السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة الأولاد يعني عايزين يتغدوا، وعندي حبة مكرونة كده، وعندي شوية شوربة في التلاجة، وكيس البانيه ده يعني في الفريزر. فقلت أعمل ايه، ما تيجي نعمل من المكرونة ونعمل لهم مكرونة محمرة، وازود لهم بقى قيمة غذائية، بقى احط لهم بقى ايه شوربة الفراخ، بدل ما اسقيها من مية الحنفية، لا ازودهم شوربة الفراخ، وكده يبقوا كالوا حاجة برضو حلوة يعني. وشوية يعني عنب كانوا عندي في التلاجة، غسلتهم وطلعتهم جنب الاكلة الحلوة دي. تعال نشوف عملنا ازاي المكرونة بتاعتنا الجميلة دي بأسهل طريقة، ما فيهاش اي حاجة يعني. وعملنا الاكلة الحلوة دي ازاي. جبت الحلة على النار وحطيت فيها طبعا شوية سمن كده. عندك سمن وزيت حطي، لو عايزة تحطي الاتنين مع بعض يعني عادي. ونزلت بكمية المكرونة، انا حطيت الكمية كلها بصراحة، ما حطيتش جزء وجزء. وفضلت اقلب كده. مش عايزة انا اخد كل المكرونة لون واحد بصراحة يعني، بحب المكرونة كده تبقى حباية وحباية كده. ونزلت بشوية سمن بلدي من اللي احنا عملناهم على القناة، ما اقولكمش ادوا طعم حلو قوي للمكرونة. جميل ما شاء الله يعني. انتوا عارفين طعم السمن البلدي لما بيدخل في اي حاجة بيدي طعم جميل، خلى المكرونة كده طعمها جميل، وانت بتاكلي المكرونة كده طعمها فايح كده وحلو، طعم السمن البلدي كده حلو جميل جدا. الشوربة اللي عندي في التلاجة اهي، نزلت بيها انا على المكرونة. وكمان الشرب كمان ادي طعم للمكرونه، ما اقولكمش طبعا شوربه وسمن ونص معلقه السمن البلدي خلوا المكرونه في حته تانية طعم، ما اقولكمش على الطعم طبعا، طعم روعه بجد. زودت شويه ميه لان الشوربه ما كانتش كفايه عندي، حطيت شويه ميه كده وملح وفلفل وظبطت الملح بتاعهم يعني. هم ما محتاجوش كتير ملح لان انا الشوربه عندي كان فيها ملح طبعا. بس كده وضغطت عليهم ووطيت النار، اهدي النار خالص خالص. طبعا انتوا عارفين المكرونه والرز بيطيبوا على نار هاديه عشان ما يتعجنوش مننا وما يلزقوش في قعر الحله. وجبت الطاسه على النار، حطيت شويه سمن وشويه زيت، انا دايما كده احط يعني، بحب احط كده يعني الاتنين مع بعض دايما. ونزلت بالبانيه بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هو بصراحه كان بانيه جاهز يعني، والله يعني انا ما عملتهوش يعني ما عملتهوش بايدي يعني، مش انا اللي عاملاه، جاهز من بره، اللي هو بتاع السندوتشات بقى، لو انت عايز تعمل سندوتشات سريعه كده ولا حاجه. فجبناه يعني كده. اديته تشويحه على الجنب ده شويه وعلى الجنب ده شويه. بس لازم تكوني فكاه من الفريزر، ما ينفعش تطلعيه وهو مجمد وتحطيه، مش هيطلع من جوه مستوي، لا لازم تفكيه تطلعيه بره كده على الرخامه شويه، لغايه ما تلاقي كده قطعه البانيه معاكي طريت كده وايه وفكت. لكن لو جبتيه من الفريزر وجليتيه هتلاقي القلب بتاعه من جوه ني. طبعا انا خلصت الكميه كلها، والمكرونه عندي استوت برضو في نفس الوقت يعني، مسافه ما انا جليتهم كانت المكرونه استوت معايا. والمكرونه طالعه حلوه كده ومش معجنه لان ما كترتش فيهم الشوربه انا يعني. ما شاء الله طلعت يعني الغدوة حلوة. والعيال والله الولاد اتبسطوا منيها، المكرونة كانت طعمها جميل لان حطينا لها شوية السمن، نص معلقة السمن يعني، بصراحة فيحتهم جدا وادت طعم جميل جدا. والشوربة كمان لما دخلت على المكرونة ما اقولكمش على الطعم. مع البانيه كده. وكان عندي شوية حبة عنب في التلاجة طلعتهم برضو، وقلت يعني ايه وهم بياكلوا كده عايزين يحلوا كده ياكلوا بقى. كان العنب ساقع وحلو والله طعمه جميل. ان شاء الله كده يعني الوصفة جميلة كده، واتمنى لكم يا رب كده ان شاء الله مشاهدة ممتعة ان شاء الله بإذن الله. ودمتم في رعاية الله يا رب العالمين وحفظه. واشوفكم دايما على خير يا رب. واتمنى ان كنتوا تتابعوا القناة عندنا كده وتعملوا الاعجاب بالفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.